هنعمل مع بعض احلى تورته جيلي بالايس كريم والبسكويت رهيبه. كان طعمها في حته تانية. دوسي بقى على المتابعه وكملي معايا الفيديو. يلا بصوا بقى، نبدا ان احنا معانا كده طبق فيه لبن ومعانا بسكويت. نبدا نحط البسكويت في اللبن ونحطه في الصينيه. طبعا هنا انا يعني كأي زوجة مصرية خلقها ضيق بدأت احط البسكويت وارش اللبن عليه، عشان مش قادرة بصراحة اكمل انا البسكويت في اللبن دي. بعد كده نحط الطبقة التانية من البسكويت والطبقة التالتة ونسقيها كويس باللبن. اللبن ده مش عليه سكر ولا عليه اي حاجة، لبن بس. وبعد كده نسيبه في التلاجة يسقع شوية على ما نحضر الجيلي بتاعنا. الجيلي بقى بنفكه ازاي؟ شوية مية سخنة. ابدأ افك باكت الجيلي اللي عندي، وبعد كده اقلبه كويس جدا لحد ما يدوب معايا واتاكد ان مفيش اي حاجه مكلكعه. بعد كده ازود ميه متلجه. الطبقه اللي من تحت دي لازم نعملها تكون ماسكه كويس جدا، علشان دي الطبقه اللي هيبقى كل الطبقات فوقيها، فلازم تبقى واخده حقها كويس جدا في التجميد وفي كل حاجه. انا هنا المضرب ده جربت اعمل بيه الكريم شانتيه، يعني هو خذلني قبل كده، فانا قلت اديله حقه تاني، وجربت برضه هو خذلني تاني، هو اخره نسكافيه. المهم كده كملت بالهاند بلندر، حطيت ورقه كريم شانتيه وعليها فنجان لبن متلج، وضربتهم. بس انا مش عايزاهم يبقوا ماسكين قوي، يعني انا مكتره اللبن. وبعد كده رحت حطيت بقى عليهم الجيلي اللي انا فكيته، وعلى طول اجيب بقى الصينيه بتاعه البسكويت واحطهم على البسكويت، ونسيبها بقى طول الليل في التلاجة تجمد براحتها جدا. نيجي بقى تاني يوم انا هنا طلعتها وبصيت عليها لقيتها مظبوطه خلاص تمام. بدأت بقى اعمل الطبقه التانية. الطبقه التانية هعملها من 2 باكت كريم شانتيه وفنجانين لبن ساقع. الطبقه دي بقى انا عايزاها تكون ماسكه، يعني هبدأ ان انا ازود اللبن بالراحه علشان مش عايزاه يفك مني، انا عايزاه يبقى تقيل. هقعد اضرب فيه كويس، واول ما بيتقل خلاص هو ده القوام اللي انا عايزاه. بعد كده اخده افضيه على الصينيه وابدا اسويه كده بالراحه عشان يخرج كل الفراغات اللي فيه. اظبط بقى كده واسيبه برضو ارجعه على التلاجة تاني. هنا بقى انا سبت الصينيه في التلاجة طول الليل علشان تمسك كويس جدا. نيجي بقى للطبقه الاخيره. انا عايزاه الجيلي فيه هيكون مركز شويه، فهحط 2 باكت وهفكهم ب 500 ملي ميه بس. هو الباكت الواحد بيتفك ب 500، ولكن انا هفك ال2 باكت ب 500 ملي ميه. طب انا بقسم الكميه على نصين، نص سخن ونص بارد. فانا بدي كده شويه ميه سخنين في الاول افك بيها، وبعدين انزل بالميه الساقعه. هنا بقى خلاص كنت نزلت بيها. انت ممكن هنا في الخطوه دي تضيفي قطع فاكهه، قطع موز او اي حاجه انت حباها، وترجعيها بقى على التلاجة برضو تقعد طول الليل. المهم في التورته دي ان انت تسقعيها كويس جدا، لان احنا هنا الجو حر فممكن تفك منك على طول. بصي الطبقات كلها ماسكه نفسها. تعالي بقى بصي على الجمال ده، حاجه كده روعه، والله روعه. دي انت لو هتشتريها من بره تشتريها غاليه جدا، فاعمليها انت في البيت اضمن، والحاجه تبقى نظيفه، وبألف هنا وشفا عليكم. هنا بقى نبدأ بقى ايه، نشوف القوام بتاعها عامل ازاي، ونشوف الطبقات ماسكه نفسها ازاي. ركزوا بقى في الجمال ده. تنفعك لو انت مثلا عايزه تعملي حاجه حلوه ومخنوقه من الحاجات التقليديه، ممكن تعمليها. لو مثلا عندك عيد ميلاد تنفعك جدا. دي تورته ايس كريم جميله جدا، وعايزه اقولك طعمها كان في حته تانية. متنسينيش بقى في الاعجاب والمتابعه.